السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، رجعت لكم النهارده بالدرس الأخير في الوحدة الأولى في الهندسة، وهو بيتكلم عن علاقة أوتار الدايرة بالبعد عن المركز. وتر الدايرة ده إيه علاقته بالبعد عن المركز؟ وطبعا عرفنا يعني إيه البعد عن المركز من أول درس درسناه في الهندسة، تمام؟ تعالوا نشوف النهارده يعني إيه علاقة الأوتار بالبعد عن المركز. قال لي لو انا عندي وترين متساويين في الدايره، البعد عن الوتر الاولاني هو نفس البعد عن الوتر التاني، او هيبقى متساوي. بمعنى ايه؟ قال لي الاوتار المتساويه في الدائره الواحده على ابعاد متساويه من مركزها. يعني انا لو جيت هنا عملت بعد مثلا كده اهو، وجيت هنا وعملت بعد، لو انا عندي ا ب بيساوي ج د، لو انا عندي الوتر ا ب بيساوي الوتر ج د، يبقى انا عندي البعد ده هيساوي البعد ده قد البعد ده. لو دي مثلا ه ودي مثلا ن، يبقى انا عندي م ه هتساوي م ن. بس لازم اثبت ان ده بعد، ولازم اثبت ان ده بعد. اثبت ان ده بعد ازاي؟ ان هو بيكون عمودي على الوتر. اثبت ان ده بعد لما اثبت ان هو عمودي على الوتر، تمام؟ ما دام عمودي على الوتر يبقى ده البعد ما بين المركز والوتر. فقال لي لو انا عندي وترين متساويين يبقى الابعاد عن المركز هتبقى مالها متساويه. قال لي عكس النظريه بقى، قلت له ايه؟ قال لي لو انا عندي البعد مثلا وليكن م د هيساوي البعد اللي هو مثلا وليكن م ه او م ن، تمام؟ لو انا عندي البعد هيساوي البعد، هلاقي ان المركز الوتر هيساوي الوتر، مثلا وليكن س ص ع ل. لو انا لقيت ان م د بتساوي م ه، يبقى عندي س ص هتساوي ل ع، يبقى البعد هيساوي البعد. طبعا دي هي النظريه، بس الفكره في المسائل والافكار اللي هتكون مجمعنا من الدروس اللي احنا درسناها كلها قبل كده. فتعالوا نشوف اول مثال معايا. اول مثال معايا بيقول لي ان انا عندي ا ب ده وتر، وج د ده وتر، تمام؟ س منتصف ا ب، وعندي م ص عمودي على ج د، وقال لي هنا كمان ان الجزء ده اللي هو س ه بيساوي الجزء ده اللي هو ص واو، تمام؟ اثبت ان ا ب بيساوي ج د. هو عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت ان الوتر ا ب بيساوي الوتر ج د. عشان اثبت ان الوتر ده بيساوي الوتر ده لازم اثبت ان البعد ده بيساوي البعد ده. طب فين الابعاد؟ تعالوا بقى نبتدي برهان. هقول له بما ان عندي من اول درس اهو ده المركز وده في المنتصف، س في المنتصف، مر بالمركز وبينصف يبقى هو ايه؟ عمودي. مر بالمركز وبينصف يبقى هو ايه؟ عمودي. اقول له بما ان س منتصف ا ب، س في النص، يبقى اذا م س عمودي على ا ب، يبقى انا كده ثبت له ان ده عمودي، ان ده ايه؟ عمودي، تمام؟ وهو ثابت لي ان م ص عمودي، هو اصلا مديني ان م واو عمودي على ج ده، يعني ده بعد، تمام؟ طيب عايز ايه بعد كده؟ خلاص ده بعد وده بعد، عايز ايه بعد كده؟ عايز اثبت ان البعد ده قد البعد ده. لازم اثبت له ان م س قد م ص. اثبتها له ازاي؟ واحده واحده كده. انا عندي م ه كلها هتساوي م واو انصاف اقطار. م ه هتساوي م واو انصاف ايه؟ اقطار. م ه كلها هتساوي م واو كلها انصاف اقطار. وهو مديني ه س الجزء ده كده بيساوي ص واو، تمام؟ مديني ان انا عندي م ه كلها بتساوي م واو انصاف اقطار، ومديني ان س ه او ه س بتساوي ص واو. لو طرحتهم الاثنين من بعض، لو طرحت من م ه كلها طرحت منها الجزئيه دي هيديني م س، ولو طرحت من دي كلها الجزئيه دي هيديني م ص. هقول له يبقى اذا هسمي دي مثلا 1 ودي 2. اقول له بطرح 2 من 1 ينتج ان م س هيساوي م ص. يبقى انا كده ثبت ان البعد بيساوي البعد، ايه؟ البعد. م س هيساوي م ص. اجي بقى اثبت ان الوتر بيساوي الوتر.
اقول له بما ان م س بتساوي م ص، وعندي م س عمودي المفروض هنا فاصله، وم س دي عمودي على ا ب، تمام، وم ص عمودي على ج د. فهمكم انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت له ان انا عندي الوتر ده بيساوي الوتر ده، م س بيساوي م ص، وقلت له ان انا عندي م س ده عمودي وم ص ده عمودي، يعني ده بعد وده بعد، تمام؟ يبقى اذا خلاص انا قلت له ان البعدين متساويين وده بعد وده بعد، يبقى اذا ا ب بيساوي ج د، وهو المطلوب اثباته، هو ده اللي هو عايز يثبته، تمام؟ يبقى انا اول حاجه بستنتج لازم اثبت ان ده بعد وده بعد، عشان اجيب ان الوتر بيساوي الوتر لازم اثبت ان ده بعد وده بعد، ولازم اثبت ان البعدين متساويين في الطول، اطوالهم قد بعض او طولهم قد بعض، تمام؟ تعالوا نشوف تاني مثال. بيقول لي ايه؟ يعتبر شبيه بيه جدا، يعتبر ما فيهوش حاجه مختلفه عن المثال الاولاني، بس هشرحه تاني عشان تفهموا الفكره الاولانيه اللي ما فهمش دي. بيقول لي اثبت ان المثلث ده مثلث متساوي الساقين. هو مديني ان س منتصف ا ج وص منتصف ب ج، تمام؟ هو مديني ان س في المنتصف وص في ايه؟ في المنتصف. عايز يثبت ان المثلث ا ب ج متساوي الاضلاع. عشان اثبت ان المثلث متساوي الاضلاع وهو عندي فيه زاويه قياسها 60، في زاويه قياسها كام؟ 60، والمثلث ده متساوي الاضلاع. عايز اثبت ان هو هو في زاويه قياسها 60 وانا عايز اثبت ان هو متساوي الاضلاع. لازم اثبت ان انا عندي ضلعين قد بعض، لازم اثبت ان انا عندي ضلعين قد ايه؟ قد بعض. حاجه اشتغل ازاي؟ هقول بما ان س منتصف ا ب، ويبقى اذا اهو، يبقى اذا م س عمودي على ا ب بالمثل بنفس الطريقه بالظبط م ص عمودي على ب ج تمام؟ كده انا ثبت ان ده بعد وده بعد. طيب بعد ما ثبت ان ده بعد وده بعد اثبت ايه؟ هقول له انا لازم اثبت ان البعد ده قد البعد ده، لازم اثبت ان م س ده قد م ايه؟ ص. عايز اثبت دلوقتي ان م س قد م ص. اثبتها ازاي؟ هاجي اقول انا عندي م و كلها نص قطر، م و هتساوي م ه كلها، لان دول انصاف اكتر، انصاف اكتر، تمام؟ وهو مديني س واو بتساوي ص ه معطى، هو مدينا قايل ان دي قد دي، تمام؟ هعمل بس ده كده عشان تقدروا تفرقوا. هو مديني ان س واو بتساوي ص ه، وس واو هتساوي ص ه. اقول له بالطرح، يبقى اذا لما اطرح اشيل س واو من م واو كلها هيديني ايه؟ م س. هتساوي لما اشيل من م ه كلها ص ه هيديني م ايه؟ م ص، تمام؟ يبقى انا كده ثبت ان م س بتساوي م ص، وثبت ان م س ده بعد وم ص ده كمان ايه؟ بعد. اقول له بقى بما ان م س بتساوي م ص وم س عمودي على ا ج وم ص عمودي على ب ج، اهو ده عمود وده عمود، وم س قد م ص، يبقى اذا ا ج بيساوي ب ج، يبقى اذا ده بيساوي ده، الضلع ده هيساوي او الوتر ده هيساوي الوتر ده. عندي مثلث متساوي الساقين وفيه زاويه 60، يبقى اذا المثلث ده مثلث متساوي الاضلاع، تمام؟ كده انا شرحت مسألتين يعتبر الفكره قريبه جدا من بعضها او مفيهاش حاجه غير ان المطلوب بس مختلف. تعالوا نشوف امثله تانيه وكملوا الفيديو عشان هقول امثله كويسه جدا تقدروا ان انتوا تحلوا بيها او تقدروا ان انتوا تجمعوا منها افكار، تمام؟ معانا هنا مثالين تانيين، تعالوا نشوف كده الامثله. معايا المثالين دول، تعالوا نشوف كده الامثله دي بتقول ايه. بيقول لي انا عندي ا ب والف ب وترين متساويين في الطول. الوتر ده بيساوي الوتر ده في الطول، ا ب والف ايه؟ ج. س دي منتصف ا ب وص منتصف ا ج. عايز قياس زاويه د م ه، عايز قياس الزاويه دي بكام؟ تمام؟ وهو مديني ان الزاويه دي قياسها 70 درجه اللي هي عند ا ب، تمام؟ طيب انا هقول له عندي دلوقتي س في المنتصف وقال س في المنتصف وص في المنتصف، س منتصف ا ب وص منتصف ا ج. اقول له بما ان س منتصف
ألف ب، ويبقى إذا مثلا أهو على طول خلاص، يبقى إذا ميم س عمودي على ألف ب، يبقى إذا قياس زاوية ميم س ألف تساوي 90 درجة. بالمثل بنفس النظام بالظبط، صاد منتصف ألف ج، يبقى إذا ميم صاد عمودي على ألف ج، ده كده عمودي وكمان ده عندي إيه؟ عمودي. يبقى إذا بالمثل ميم صاد عمودي على ألف ج، وقياس زاوية ميم صاد ألف، ميم صاد ألف هتساوي 90 درجة. أنا عندي دي في المنتصف يبقى ده عمودي، دي في المنتصف يبقى ده عمودي، يبقى الزاوية دي قايمة والزاوية دي قايمة. وأنا عندي الزاوية دي بكام؟ ب70. عايزة أجيب الزاوية دي، أقول بما أن ميم صاد ألف س، ميم صاد ألف س شكل رباعي، ده شكل إيه؟ رباعي. يبقى إذا قياس زاوية ميم، يبقى إذا قياس زاوية مثلا س ميم صاد أهو هتساوي زاوية الشكل الرباعي 360، عندي واحدة ب70 وواحدة ب90 وواحدة كمان ب90، يبقى أقول له 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 70. تمام؟ هيديني كام؟ 110. الناتج هيديني 110. يبقى أنا كده جبت له الزاوية دي ب 110 اللي هو أول مطلوب ب 110. بعد كده بيقول لي اثبت إن س د بيساوي ص ه. س د اللي هو الجزء ده كله أو الجزء ده كده بيساوي ص ه. هو طبعا على الرسم مش بالظبط لأن أنا راسمة بإيدي طبعا فمش هيكون واضح بالظبط. عايز اثبت إن الجزء ده قد الجزء ده. أنا عندي ميم ه كلها قد ميم د كلها أنصاف أكتر. أقول له بما أن ميم ه بيساوي ميم د أنصاف أكتر. تمام؟ تمام؟ الأول قبل ما أقول كده، قبل ما أقول الخطوة دي لازم أقول إن أنا عندي ميم ص بيساوي ميم س الأول. لازم أقول إن أنا عندي ميم ص أثبت إن البعد بيساوي البعد. أثبتها إزاي؟ هقول له بما أن هنا واضح؟ بما أن ألف ج بيساوي ألف ب، أنا عندي الوتر ده بيساوي الوتر ده، وعندي كمان ميم س عمودي على ألف ب وميم ص عمودي على ألف ج، وميم س عمودي على ألف ب وميم ص عمودي على ألف ج. يبقى إذا أنا عندي الوترين متساويين ودول الأبعاد، يبقى إذا ميم س هتساوي ميم ص. يبقى أنا كده ثبت إن ميم س ده بيساوي ميم إيه؟ ص. طب أنا عندي ميم ه كله بيساوي ميم د كله أنصاف إيه؟ أكتر. ميم ه كله بيساوي ميم د كله أنصاف أكتر. هقول له هطرح من الأولاني ده ميم ص، لما أشيل ميم ص من الضلع كله أو نص القطر كله هيديني الجزء ده. وبما أن ميم ص بيساوي ميم س. تمام؟ يبقى إذا هقول له بالطرح، يبقى إذا ميم ه ناقص ميم ص هتساوي ميم د ناقص ميم س. ميم ه كلها هشيل منها ميم ص، وميم س قدام كلها هشيل منها ميم ايه؟ س. هيديني ان ص ه قد س د. يبقى اذا ص ه بيساوي س د. ص ه هتساوي س د. تمام؟ يبقى انا اول حاجه ثبتت له الاول ان البعد بيساوي البعد، وانا عندي ده كله نص قطر وده كله نص قطر، طرحت منهم الابعاد المتساويه هيديني ان الجزء الصغير اللي هناك اللي هو ص ه بيساوي الجزء س د. تمام؟ تعالوا نشوف بعد كده المثال اللي معايا ده. بيقول لي انا عندي دايرتين متقاطعتين في النقطه ا وب. دايرتين متقاطعتين في ا وايه؟ وب. تمام؟ ولما انا عندي دايرتين متقاطعتين في ا وب يبقى ا ب ده هو الوتر المشترك. فمعنى ان ا ب هو الوتر المشترك يبقى خط المركزين عمودي على الوتر المشترك. دي اول حاجه. عندي دايرتين متقاطعتين في نقطتين. تمام؟ النقطتين دول هو الوتر المشترك، يبقى ا ب ده هو الوتر المشترك. ومن الدروس اللي فاتت كنا عارفين ان خط المركزين اللي هو ميم نون، المركز ده والمركز ده بيبقى عمودي على الوتر المشترك وكمان بينصف. تمام؟ بس انا مش محتاج حاجه من التنصيف عموما. وبعدين رجع قال ان ميم س ده ايه؟ عمودي، وقال ان ا ب بيساوي ا ج. اثبت برضو ان س ص بيساوي د ه. تعالوا كده نشوف. انا هقول له بما ان ميم ونون متقاطعتان في ا وب، يبقى إذا ا ب وتر مشترك.
تمام؟ يبقى إذا ميم نون عمودي على ألف ب. يبقى إذا ميم نون ده عمودي على ألف ب. طب ما أنا عندي الوتر بيساوي الوتر بيساوي الوتر، تمام؟ الوتر ألف ب بيساوي الوتر ألف ب. أقول له بما أن ألف ب بيساوي ألف ب، وعندي ده بعد ميم ده بعد، وميم س ده إيه؟ بعد، وميم س ده بعد، وميم ده عمودي على ألف ب، وميم س عمودي على ألف ب، تمام؟ يبقى أنا كده قلت له إن الوترين متساويين وده البعد وده البعد، يبقى إذا ميم د هيساوي ميم س، تمام؟ يبقى أنا كده ثبت له إن ده كده بيساوي ده كده، تمام؟ طيب هو عايز يثبت إن س صاد اللي هو الجزء اللي بالأحمر ده بيساوي د ه، بيساوي د ه اللي هو الجزء ده، بنفس النظام بالظبط. ميم صاد ده كله نص قطر، ميم صاد بيساوي ميم س أنصاف ميم ه، سوري ميم ه، ميم صاد بيساوي ميم ه أنصاف أقطار. أنا عندي ده كله ميم صاد كله بيساوي ميم ه أنصاف أقطار في الدائرة ميم أهو، عشان يبقى واضح أنا كاتبة فين بالظبط. في الدائرة ميم ه وميم صاد أنصاف أقطار، وأنا عندي ميم د بتساوي ميم س، تمام؟ النص القطر كله أهو ونص القطر كله أهو، وعندي الجزء ده بيساوي الجزء ده، أطرح ده منه يبقى هيجيلي إن الجزء الصغير ده هو بيساوي الجزء الصغير ده، تمام؟ أقول له ميم س بيساوي ميم د بالطرح ينتج أن أهو ميم ه ناقص ميم د أهو، ميم ه هنقص منها ميم د هيساوي ميم صاد ناقص ميم س. ميم ه لما اشيل منها ميم د اهو اللي هي الجزء ده هيديني ايه؟ د ه، دي د. يبقى اذا د ه هتساوي س صاد اللي هو الجزء ده، تمام؟ وهو المطلوب اثباته. تعالوا نشوف كمان فكرتين يعني يعتبر اخر مسألتين هنقولهم علشان فيهم افكار مختلفه او افكار تطابق، عشان افكركم كمان بالتطابق، تمام؟ معانا دلوقتي بقى اخر مثالين، يعتبر هناخد اخر مثالين وبعد كده تحلوا انتوا على الدرس، ولو في اي حاجه كده هنعمل مراجعه على الوحده كامله في الفيديو الجاي ان شاء الله، يبقى مراجعه على الوحده كامله، تمام؟ وهنحل اسئله كتاب المعاصر اللي في المذكرات طويله لو معاكم، لو مش معاكم هبقى ممكن انزلها على القناه PDF، تمام؟ على قناه التليجرام. طيب معانا هنا المثال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ انا عندي دايرتين، انا مش كاتبه بس ايه هقول لكم. الدايرتين ميم ونون متقاطعتين في ألف وب، تمام؟ وقال لي إن أنا عندي ده ميم س عمودي وميم صاد ده عمودي، اثبت إن ميم س بتساوي ميم صاد، تمام؟ وهو قايل لي إن ده عمودي وده عمودي، ركزوا كده معايا. أولاً أنا عندي الدائرتين ميم ونون، أقول له بما أن الدائرتين ميم ونون، بما أن خلينا نكتب بالأسود الدائرتين ميم ونون متقاطعتين في ألف وباء، يبقى إذا ميم نون عمودي على ألف باء، يبقى إذا ميم نون ده ماله عمودي على ألف باء. الرسمة مش مظبوطة قوي بس طبعا عشان الرسمة بإيدي برضه، تمام؟ يبقى إذا ده عمودي، وكمان وجيب منتصف ألف باء عمودي وبينصف، يعني دي قد دي، تمام؟ وجيب منتصف ألف باء. طيب جيب منتصف ألف باء، خلاص جيب منتصف ألف باء ده عمودي وبينصف، تمام؟ جيب منتصف ألف باء، يبقى أنا عندي دلوقتي ألف ج قد باء ج، يبقى إذا ألف ج بيساوي باء ج، تمام؟ طيب أنا عندي ده عمودي وبينصف في المثلث ألف د باء، أقول له في المثلث ألف د باء، بما أن ج منتصف ألف باء، تمام؟ ود دي عمودي على ألف باء، تمام؟ أنا عندي دي في المنتصف وده عمودي، ما دام ده بينصف وعمودي يبقى إذا المثلث ألف د باء مثلث متساوي الساقين، يبقى إذا المثلث ألف د باء مثلث متساوي الساقين، تمام؟ ما دام هو متساوي الساقين يبقى إذا ألف د بيساوي د باء،
يبقى إذا ألف د هيساوي د ب. تمام؟ طب أنا عندي ألف د بيساوي د ب، وس دي المفروض إن هي في المنتصف، وس ده قصاد ده المفروض إن هي في المنتصف، بس أنا ماليش علاقة. أنا عندي خلاص ثبت إن الوتر بيساوي الوتر. تمام؟ وأنا عندي إن البعد بيساوي إيه؟ البعد. أقول له بما أن ألف د يساوي د ب، وكمان عندي م س عمودي على ألف د وم ص عمودي على د ب، يبقى إذا م س هتساوي م ص، وهو المطلوب إثباته. يبقى كل الفكرة إن أنا قلت لهم عندي الدايرتين متقاطعتين في ألف وب، يبقى إذا هما متعامدين أو الدايرتين متقاطعتين في ألف وب. تمام؟ يبقى إذا خط المركزين عمودي على ألف ب وبينصف. طيب أنا عندي في المثلث ألف د ب دي في المنتصف وده عمودي، تمام؟ وده ج عمودي، يبقى إذا المثلث ده مثلث متساوي الساقين. يبقى أنا عندي مثلث متساوي الساقين في ده الألف بيساوي ده الباء، ما دام ده الألف بيساوي ده الباء ودول أوتار، يبقى إذا البعد ده بيساوي البعد إيه؟ ده. تمام؟ بعد كده في المسألة اللي بعد كده بيقول لي برهن أن س ه يساوي ص و. طبعا هي يعتبر قريبة من اللي أنا شرحتهم في الأول شوية، بس تعالوا نشوف. أنا عندي س في المنتصف، يبقى م س ده عمودي، وص في المنتصف يبقى م ص ده إيه؟ عمودي. تمام؟ خلاص ده عمودي وده عمودي. طيب هو دلوقتي بيقول لي اثبت إن س ه اللي هي دي كده قد ص واو اللي هي دي كده. عايز اثبت إن س ه قد ص واو. أولا هو قايل لي إن ألف ب وألف وج د وترين متساويين. تمام؟ هاجي أكتب البرهان أقول له بما أن س منتصف ألف ب، يبقى إذا م س عمودي على ألف ب. تمام؟ وص منتصف ألف ج د، يبقى إذا م ص عمودي على ج د. تمام؟ طيب خلاص أنا ثبت إن ده عمودي وده عمودي. هو قايل لي ألف ب بيساوي ألف ج، الوتر بيساوي الوتر، ألف ب بيساوي ج د. ألف ب بيساوي ج د، وأنا عندي ده بعد م س عمودي على ألف ب، وكمان ده بعد وم ص عمودي على ج د، ده بعد م س ده بعد وم ص ده بعد، والوترين متساويين، يبقى إذا م س هيساوي م ص. يبقى أنا عندي ده هيساوي ده، يعني مثلث م س ص، يبقى إذا مثلث م س ص متساوي الساقين. تمام؟ طيب المثلث متساوي الساقين، أنا عايز أثبت إن س ه عمودي على ص بيساوي ص و. أنا في الحالة دي هسقط عمود، هسقط عمود من م عمودي على ه واو كلها. تمام؟ هسقط عمود من م على ه واو أو س ص. العمود ده طبعا هينصف، هيخلي ان الجزء ده اهو اللي هو مثلا وليكن نون مثلا، هيخلي ان نون س قد نون ص. ليه؟ لان ده مثلث متساوي الساقين. لما اسقط عمودي من مثلث متساوي الساقين، العمود اللي هيسقط ده هينصف القاعده، العمودي هينصف ايه؟ القاعده. فبقول له العمل نسقط عمود من م على س ص ويقطعه في نون. تمام؟ يبقى إذا نون س بتساوي نون ص. ليه؟ لأن المثلث ده مساوي الساقين. تمام؟ طيب يبقى أنا كده ثبت إن نون س قد نون إيه؟ ص. وكمان نون ه قد نون واو، بس مش المرة دي مش أنصاف أكتر، أمال إيه؟ عشان عندي مر بالمركز وعمود يبقى هو بينصف، أقول له بما أن ه واو وتر و تمام م نون عمودي على ه واو، يبقى إذا نون منتصف ه واو. يبقى إذا ما دام نون في منتصف ه واو كلها، يبقى إذا نون ه بتساوي نون واو. تمام؟ هاجي أقول له هسمي دي 1 وأسمي دي 2. أنا كده استنتجت إن الجزء ده قد الجزء ده، والجزء ده كله قد الجزء ده كله. أقول له بطرح، تمام؟ بطرح 1 من 2 ينتج أن نون ه لما أشيل منها نون س
ونون صاد نون واو لما اشيل منها نون صاد. نون ه كلها لما اشيل منها نون س هيديني ه س. ونون واو كلها لما اشيل منها نون صاد هيديني صاد ايه؟ واو. يبقى اذا صاد س ه بيساوي صاد واو. تمام؟ وهو المطلوب اثباته. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده وهو علاقه اوتار الدايره بالبعد عن المركز. تمام؟ شرحنا كل التفاصيل او كل المسائل يعتبر او كل الافكار اللي بتيجي في الدرس والمسائل المهمه جدا اللي بتبقى مواضع الامتحانات. كده نكون خلصنا درس النهارده. استنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى مراجعه الوحده الاولى في الهندسه كامله باذن الله، وان شاء الله تكونوا بتستفادوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.